نبيل عماد الشهير بدونجا. نبيل عماد واضح انه مركز جدا جدا الموسم ده، وانا قلت ده في اول ماتش ليه في الدوري، وفعلا بان لي ان هو مركز، بيضغط صح، ما بيبخلش بمجهوده، وكمان بيطلع الكوره من رجله مظبوط، والكلام ده ما كانش بيحصل السيزون اللي فات خالص. لذلك هكررها تاني، انا لما انتقدت دونجا ما انتقدتش دونجا عشان ما بحبش دونجا، انا انتقدت دونجا عشان الكوره اللي كان بيقدمها دونجا. اما لما دونجا يبقى بيلعب كوره كويسه ويبقى مساهم فعلا ان هو شايل خط نص الزمالك، هسقف لدونجا وهقول له عاش يا دونجا. النهارده دونجا عبد الله السعيد كان ملتزم اكتر مع الناحيه الشمال مع فتوح ومع شيكو بنزا، لان شيكو بنزا محتاج حد يحركه، وفتوح لسه راجع من اصابه، فكان عبد الله السعيد هو اكثر مايل لحته ان هو صانع العاب ناحيه الشمال. دونجا هو اللي كان مالي مساحه الملعب يمين وشمال، ولولا ان بس انا عمال اخد استرايكات كده بسبب الفيديوهات اللي بحطها واللقطات، كان زماني حطيت لك لقطات دونجا وهو بيقطع الكوره مره واثنين وعشرة، ومن اكتر اللعيبه اللي في خط نص الزمالك قطعت الكوره. شابوه دونجا مره تانية، وكل ما هتلعب ماتش حلو هقول عليه شابوه.